السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اخباركم ايه؟ طبعا انتوا عرفتوا النهاردة الفيديو بتاعنا عبارة عن ايه؟ عدس. اكيد كلنا عارفينه، اكلة شتوية فاخرة من الاخر، حاجة كده عظمة عظمة. شوربة عدس، فتة العدس والبصل والجرجير بتاعنا والخضار اللي على الوش اللي بيدي النفس للعدس حلو. معايا هنا يلا بينا نسمي الله ونخش على الطريقة. معايا عدس مغسول كويس، بصل، جزر، طماطم، توم، بهاراتي، كمون، فلفل اسمر، بهارات فراخ، بابريكا، زعفران. وهنا بقى انا غسله العدس بتاعك كويس، هنزل بيه احطه على النار، وهنزل بالخضار بتاعي اللي هو عبارة عن بصل وجزر وتوم وطماطم، وهنزل ببهاراتي اللي هو عبارة عن ملح، كمون، فلفل اسمر، زعفران، بابريكا. طبعا احنا عارفين الزعفران ان احنا حاطين ان هو يدي بس اللون الاصفر، يدينا لون حلو جميل كده زي اللي انتوا شفتوه في الفيديو. وهنا انا كنت مجهزه الميه المغليه بتاعتي، نزلت بيهم. طبعا هنا انا غطيت عليه لحد ما استوى، هبدا اضربه في الخلاط وارجع لكم. تمام، ضربنا في الخلاط اهوت. هبدا اعمل الخطوه التانية من العدس. حلة على النار فيها معلقه زبده بلدي، وهنحط الشعريه، ونبدا ان احنا نحمر الشعريه لحد ما تاخد اللون الذهبي بتاعنا. يلا يا حبايب قلبي، اللي وصل لحد هنا كده يصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ومش تنسوني باللايك بتاعكم الحلو والاشتراك، اللي ما اشتركش يشترك عشان انا بكبر بيكم، احلى عيلة. طبعا احنا عندنا هنا في ناس ممكن يعملوه بدل الشعرية دي، يعملوا برز، يحمروا الرز ويحطوا العدس عليه مكان الشعرية. طبعا بيبقى جميل جدا برضو، بس انا للأمانة بحبه بالشعرية فعملته بالشعرية. يبدأ ان هو يخش على اللون الذهبي بتاعنا الحلو اهوت. تمام، خلاص كده يا جمال، بسم الله ما شاء الله. هبدأ انزل بالعدس اللي انا ضربته في الخلاط، وهديله تقليبه وهدي عليه خالص، واروح مغطيه عليه وهدي عليه النار لحد ما الشعريه بتاعتي تستوي. بس طبعا هناخد بالنا منه كل شويه نقلب فيه عشان الشعريه ما تلزقش في الحل. هنا بقى نجيب الطاسه تانية على النار، حطيت فيها معلقه زبده برضو كبيره، وقطعت عيش، وهحمر العيش ده هعمل بالفته بتاعه العدس. طبعا انا عايزه العيش متحمر خالص، في ناس بيحبوا يعملوه من غير تحميرة العيش دي، يعني يعملوا العيش كده يقطعوه ويحطوا عليه العدس، بس يجربوها كده بتبقى جميله قوي. نبدأ نقلب. تمام، هيبدأ يخش على اللون الذهبي بقى اهوت. انا عايزاه ناشف، مش عايزاه ان هو ياخد لونه خلاص، لا انا عايزه انشفه بحيث لما بحط عليه العدس يظبط معايا. هنا خلاص بدأ اهو كده. تمام، هبدأ بقى ان انا احط عليه العدس اهوت، وهغرف العدس بتاعي ونشوف هنعمل ايه تاني. بس كده انا غرفته وحطيت العدس على
العيش اللي هو فتة العدس، وعملت عدس لوحده. وهنا بقى انا كنت مجهزة مية مغلية، حطيتها عملت منها شوربة العدس، تاخد لها غلو كده زي الفل ما شاء الله. كده انا خلصت الاكل بتاعي، هبدأ اغرف بقى شوربة العدس كمان. طبعا الشوربة دي العشق يا جماعة بالنسبة لعيالي، العشق. وتمام كده خلاص. وادي اكلتنا النهاردة، غدوتنا الجميلة عبارة عن العدس وفتة العدس والشوربة والبصل الاخضر والجرجير. طبعا الخضار اللي على الوش ده طعمه خرافة مع العدس، حاجة كده جميلة، روعة روعة روعة. وبكده يا حبايب قلب الفيديو بتاعنا يكون خلص النهاردة، يا رب يعجبكم، ويا ريت ما تنسونوش باللايك والاشتراك في القناة. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله يا حبايبي، مع السلامة، باي باي.